مساء الخير. بتدور على طريقة سحرية تخبي بيها السماعة في اللجنة ومحدش يشوفك؟ طيب انا النهاردة هقولك على مكان مستحيل، شوف، مستحيل اي مراقب مهما كان ذكي يعرفه. والاهم بقى من المكان الطريقة اللي انت هتخبيها بيها. يعني بص، المكان والطريقة ليهم علاقة ببعض. وبالنسبة اللي يدخل يقول الغش حرام والجو ده يطلع بره الفيديو احسن. اللي شايف ان اللي انا بعمله ده حرام او شايف ان الغش حرام او مش مقتنع ما يكملش الفيديو. انا كلامي للناس اللي هي عايزة تنجح وخلاص او تعدي يعني. بص، اول حاجة كده خلينا نتفق على اهم خطوة، وهي ان لازم تسمع كل كلمة في الفيديو. يعني ما تسبقش ثانية واحدة. ليه؟ لان الطريقة دي عبارة عن خطوات، فانت هتعملها. لو خطوة واحدة وقعت منك انت هتبوظ كل حاجة وهتودي نفسك ومستقبلك كله في 60 داهية. تمام؟ حاسة ان انا رغيت كتير. المهم اول خطوة هنعملها دلوقتي، وما تستغربش خالص الحاجات اللي هقولك عليها. اول حاجة هتجيب طبق مية يكون في اي حاجة تحط فيها مية، طبق فيه مية، اي حاجة. اهم حاجة ما يكونش فيه اي حد قاعد جنبك ولا شايفك، عشان بس الخطة ما تبص. تاني حاجة هتجيب قلم وكراسة او كشكول. تمام. تالت حاجة هتجيب اي نوع فاكهة عندكم في البيت. ما تستغربش، دي ليها علاقة بالموضوع. تمام. طيب كده خلاص خلصنا كل حاجة. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة المية اللي قدامك ديت هتبدأ ان انت تتوضى وتصلي. استنى، ما تقلبش الفيديو وما تتضايقش ان انت ما لقيتش الحاجة اللي انت عايزها. لا، انت هتلاقي الحاجة اللي انت عايزها في اخر الفيديو، وانا بوعدك بده. بس يعني تطقطق ودنك كده معايا وتقعد تسمع كويس. اول حاجة انت هتبدأ تتوضى وتصلي ركعتين بنية ان ربنا يسهل لك الدنيا. تمام؟ والله العظيم كمل معايا ومش هتندم، اوعدك ان انت مش هتندم. ثانيا الورقة والقلم دي هتمسك المادة اللي عليها الدور، وليكن عربي، فيزياء، ايا كان المادة اللي عليها الدور. هتمسك الورقة بمنتهى البساطة. انا عارفة ان الدنيا واقعة معاك، ويمكن انت قصرت، ويمكن انت ما لمتش المنهج طول السنة، لعبت او حصل لك ظروف او ايا كان. هتعمل ايه بالورقة والقلم؟ بمنتهى البساطة وبدون اي توتر او ضغط هتبدأ تلخص صفحة صفحة من الكتاب. هتجيب الكتاب كده وتقعد تلخص صفحة صفحة. اللي انت استفدته او اللي انت فهمته اكتبه بطريقتك، وهتعمل ملخص سريع في الكراسة او في الكشكول ده. تمام؟ طبق الفاكهة ده هنعمل فيه ايه؟ هتتسلى وانت قاعد عشان بس ما تنامش او ما تملش وانت قاعد. بص بقى وركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم. انا مش جايه اقولك نصيحة ولا نصايح بتاعت كتب ولا كلام ولا كده. انا جايلك من المستقبل، بجد جايلك من المستقبل، وبقولك والله العظيم والله العظيم كل الكليات وكل المعاهد شبه بعض. مش هتفرق انت دخلت تجارة ولا دخلت طب ولا دخلت حقوق ولا دخلت ايه، مش هيفرق صدقني خالص. انا جايلك من المستقبل وانت هتعرف كلامي ده قدام شوية. طيب الجيل دلوقتي غير زمان. زمان كان لازم يبقى معاك شهادة عشان تروح تشتغل بيها في المجال اللي انت دخلته، لكن دلوقتي كل الوظائف 95% او اكتر كمان معتمدين بقى على ايه؟ معتمدين على الذكاء الاصطناعي بمجالاته. انك تتعلم مونتاج، تتعلم تسويق، الحاجات دي كلها مليون حاجة ممكن تشتغلها لو انت بس اخدت كورس مثلا، كام كورس كده وحطيت هدف لنفسك هتشتغل وهتبقى زي الفل. فياريت كده تهدى خالص، تاخد الموضوع بهدوء وتاخده ان هو مش متوقف عليه مستقبلك ولا حاجة. فان شاء الله كده ربنا يوفقكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم حتى لو بحاجة بسيطة، واتمنى ان انت تاخد بيها.